يا صباح الفل ويا مساء الهدوء. بصي، خليني أقولك من الآخر. انتي مش محتاجة تغيري الدنيا، ولا تحاربي مليون عادة، ولا تقلي على نفسك لدرجة انك تفقدي الشغف. كل اللي محتاجاه 6 عادات بس، 6 خطوات لو بدأتي بيهم النهاردة والله حياتك هتتغير 180 درجة. وخصوصا الأخيرة سر كبير بجد. خليني أحكي لك واحدة واحدة وبالراحة واحنا قاعدين كده مع بعض. 1. عادة مفيش أول 5 دقايق. أيوة، أول 5 دقايق. عارفة أكتر حاجة بتهد العزم؟ إنك تقعدي تفكري وتخططي وتقلقي، لكن أول 5 دقايق من يومك هي اللي بتقرر شكل يومك كله. قومي من السرير، افتحي الشباك، اشربي مية، اعملي أي حركة بسيطة تقول لجسمك أنا صاحي وأنا هبدأ. ما تستنيش الحماس، الحماس بيجي بعد الحركة مش قبلها. 2. عادة الكلمة اللي بتقوليها لنفسك كل يوم. بصي، كلنا بنعدي على أيام تقيلة، بس في كلمة لو قلتيها لنفسك كل يوم هتغير مودك وطاقتك. أنا هعدي، وأنا موقفش قبل الهدف. الكلمة دي مش مجرد شعار، دي ريمايندر إنك عندك قدرة أكتر من اللي فاكراه. وللشباب برضو، الكلمة دي بتخليك تعافر يومك من غير ما تعمل حرب مع نفسك. 3. عادة العزلة الصغيرة. اسمعيني بقى في دي مهمة للشباب والبنات. كل يوم 10 دقايق بس من غير موبايل. اقعدي مع نفسك، اسمعي صوت قلبك، اسألي نفسك: أنا عاملة إيه؟ مبسوطة؟ زعلانة؟ محتاجة إيه؟ 10 دقايق هدوء بتظبط مخك أكتر من ساعتين نوم. اللي بيعرف يسمع نفسه بيعرف يمشي حياته. 4. عادة اللمسة هنثوية واللمسة الرجولية. دي عادة مشتركة، بس هقولها بطريقتين. للبنات، اعملي لنفسك حركة أنثوية صغيرة كل يوم. مش محتاجة حاجة مكلفة، ريحة خفيفة، كوباية شاي بشمعة، ترتيب بسيط في هدومك. الحاجات الصغيرة دي بتفكرك إنك ست، وإنك مستاهلة تهتمي بنفسك. للشباب، خليك ثابت بسيط، ابعد عن التشتت. رتب مكتبك، ظبط هدومك، اعمل حاجة صغيرة تقول لنفسك إنك ماسك زمام يومك. 5. اقفلي باب الماضي. أيوة، الماضي. عارفة؟ الماضي زيه زي باب أوضة، لو فضل مفتوح الهوا البارد هيخش كل شوية. اعرفي كده، اللي راح خلاص، واللي مكملش مش بتاعك، واللي اتأخر ربنا شايلهولك. بس أهم حاجة، ما تقعديش ترجعي الذكريات وتفتحي الجروح بنفسك. اقفليه وافتحي باب جديد. مش لازم تعملي حرب عشان تنسي، يكفي بس تبطلي تفتحي الباب. 6. سر كبير ملكش دعوة بحد. أيوة، دي العادة اللي بتقلب الشخصية 180 درجة. وخليني أقولك سر، أغلب الناس تعبانة لأنها طول الوقت بتقارن نفسها بغيرها. شوفي، مش مهم فلانة عملت إيه، ولا صاحبك وصل لفين، ولا مين اتخطب، ولا مين جاب عربية، ولا مين فتح مشروع. أهم عادة في الدنيا إنك تبطلي تبصي لحد. ركزي في نفسك، وقتك، شغلك، صحتك، جمالك، مستقبلك. 4 كلمات خليهم في دماغك: أنا ليا حياتي، وأنا بمشي بطريقتي. والله لما تقرري تبطلي مقارنة هتحسي براحة ما تتوصفش. هتنسي القلق، هتنسي الضغط، وهتعرفي تمشي أسرع. دي العادة اللي بتغير الشخصية بجد. دي السر الكبير. كلمة أخيرة، انت مش محتاجة تبدأي بكله، ابدأي بعادة واحدة بس، وافتكري إن كل 1% زيادة هي اللي بتعمل فرق بعد شهر. وإن مفيش حد بيقوم قوي، وإحنا كلنا بنتعلم وإحنا ماشيين. بس اللي يبدأ بيكسب، واللي يكمل بيتغير. وأنا واثق إنك تقدري. أيوة، تقدري.